زوجتك في البيت تحتاج إلى كلمة طيبة. أنت تتعامل مع الناس في الخارج بكل أدب، حتى يقول الناس عنك من شدة أدبك واحترامك لهم بأنك ملك. لماذا إذا دخلت البيت وتعاملت مع زوجتك تنقلب إلى عفريت؟ أليس هذا نفاقا؟ يا حبيبي، زوجتك تشكو من الحرمان العاطفي، أشبعها من كلمات الحب والعشق والغرام. إذا كنت بعيدا عنها أرسل لها رسالة غرامية عبر الهاتف وقل لها: يا زوجتي أنا أحبك. أحبك هذه الكلمة أعظم معنى إنساني في الوجود، كلمة توزن بالدنيا وما فيها، كلمة دوخ. أسمعها إياها، عبروا عن مشاعركم. قل لها: يا زوجتي أنت دولتي وعائلتي ووطني، أنت شمسي وقمري، أنت صبحي ومسائي، أنت ليلي ونهاري، أنت مائي وهوائي، أنت نور عيني، أنت النفس الذي أتنفس به. أسمعها هذه الكلمات، فالكلمة الطيبة صدقة.